اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير، احلى متابعين في الدنيا. طبعا يا بنات تورته النهارده تورته مقاس اللهم بارك 30 في 40. طبعا المقاس ده يا بنات مقاس البورد بتاعنا 30 في 40. هقول لكم دلوقتي انا اشتغلت ازاي في التورتايه، وهقول لكم كمان مقاديرها وخطواتها خطوه خطوه، والتب اللي اشتغلنا بيه رقمه كام وشكله ايه. كل ده هتعرفوه معايا في الفيديو. طبعا انا كنت هنا خابزه الكيك عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم، فهي طالبه الكيك كلها فانيليا. فانا خبزت هنا 4/4، يعني خبزت 3/4 كيلو دقيق، ربع وربع وربع. خبزهم في اكبر مقاس في الصينيه اللي هي المستطيله. الصينيه المستطيله دي مقاسها كام يا هبه؟ الصينيه المستطيله دي يا بنات مقاسها هنقول من هنا يعتبر 28، ويعتبر 28 ايوه، والجنب التاني هنقول حركة 40. يعني هي في 40 ممكن يعني هنا ما جابتش 30 والجنب التاني 40. تمام. هنقول بقى هنا ايه. انا اول حاجة كده بحب ان انا اشيل طبعا الطبقة اللي هي بتكون على الوش دي، لازم اشيلها يا بنات. ليه بقى؟ دي بحس ان هي كلها زفارة، يعني بحس ان هي زفارة البيت كلها فيها، فانا بحب اشيلها جدا الاول. وبعد ما شلتها كده في 3 طبقات، هنجيب بقى البورد بتاعنا والطبق الدوار، وهنبتدي هنا ان احنا نحط طبقاتنا بالتوالي. طبعا هنا يا بنات هم كانوا طالبين الحشوه طبعا بتاعتي اللي هي معروفه قوي، اللي هي نوتيلا وشوكولاته شيبس ومكسرات. معظم الناس بتحب الحشوه دي جدا يا بنات. بجد التوليفه دي حلوه قوي قوي قوي. الميكس ده خطير مع بعضه جدا، المكسرات والشوكولاته شيبس والنوتيلا. كمان لو حطيتي عليها مربى حليب، او كمان تقدري انت تزودي تحطي مربى حليب، وتقدري انت تحطي صوصات شوكولاته. طبعا ده الميكس ده رهيب بامانه يعني. وكمان تقدري ان انت تقطعي قطع من الشوكولاته بالحليب وتحطيها جواها. هنا بقى اول طبقه حطيتها ونزلت كده بالسيرب بتاعي. السيرب بتاعي هنا عباره عن كوبايه من السكر، بحط عليها كوبايتين من الميه، برفعهم على النار. اول ما بيغلوا وابص الاقي السكر بتاعي داب، بقوم عامله ايه؟ بقوم طافيه عليه النار وسايباه يبرد تماما. بعد ما يبرد ببتدي ان انا اشتغل فيه. ما شاء الله اللهم بارك. هنا انا حاطه كميه شوكولاته شيبس زي ما انتم شايفين، ما شاء الله كتيره. وكمان هحط مربى حليب زي ما انتم شايفين كده. ده كان كده طلبات العميله بتاعتنا، عايزه حاجه كده زي ما بيقولوا كده متوضبه يعني. وكمان هنزل هنا كمان زي ما انتم شايفين اللهم بارك بالمكسرات. ما شاء الله يا بنات انا حاطه فيها كميه مكسرات محترمه. كمان وهنا هحط كمان شويه من صوص النوتيلا. شايفين بقى هنا الميكس ده بقى تحفه بجد. انا قلت لكم هتشوفوا ميكس تحفه ما حصلش في حشو التورتيه. وكذلك كل اللي دقوها بجد جاني عليها ريفيوهات تحفه بجد يعني. انا لسه ما نزلتش التورتيه دي على فكره عندي على الجروب. نزلتها الاول هنا على القناه، ولسه ما نزلتهاش على الجروب. ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا ييسر وانزلها عندي على الجروب بتاعي. بحط برضو الشانتيه. طبعا يا بنات في الحر اللي احنا فيه ده وفي جو الحر ده، اوعوا ان انتوا تضربوا كميه الشانتيه على بعض. بمعنى ايه؟ انا بضرب كميه الشانتيه اللي انا هشتغل بيها. يعني لو عندي تورتين 3 انا بضرب لكل تورتيه لوحدها. يعني لو هشتغل في دي على طول وهفنشها وهعمل روزتاتها وكل الشغل بتاعها، انا بضرب كميه الشانتيه بتاعها بس. يعني مثلا لو انا هضرب مثلا ربع كيلو شانتيه، بضرب ربع كيلو شانتيه بس، مش اكتر من كده. مثلا ما اضربش مثلا اقول لا ده انا عندي تورتتين هضرب نص كيلو دقيق نص كيلو شانتيه على بعض وارجع اشتغل بيه. طبعا الكلام ده غلط. ليه؟ لان الكلام ده الجو حر، هتبص تلاقيها سالت معاكي، هتبتدي ان انت تدخلها التلاجة، هتبتدي ان انت تخرجها من التلاجة، هتبص تلاقيها مش احسن حاجة معاكي. تمام. دلوقتي انا حطيت بقى زي ما حطيت في الطبقة الاولانية، بحط برضو في الطبقة التانية. حطيت مكسرات وشوكولاتة شيبس، حطيت صوص نوتيلا. بعد كده رجعت حطيت مربى حليب. تمام. هنا طبعا انا بقى هجيب بقى اخر طبقة معايا وحطيتها. طبعا كان التليفون فصل، والتليفون كان بيعمل معايا اعمال وحشه قوي والله العظيم يا بنات. الحمد لله رب العالمين يعني. دلوقتي طبعا انا هبتدي ان انا اجلس التورتيه بتاعتي. هجلسها تجليس نهائي وهعمل الفينش بتاعها كله. ليه؟ لان انا هدخلها بعد كده التلاجة علشان تتماسك شوية والكريمة بتاعتي تتماسك، وبعد كده هرجع احط عليها بقية الصوص بتاعتها. طبعا يا بنات ما شاء الله اللهم بارك، هي متكلفة متكلفة جدا يعني. يعني مش خارجة مثلا تورتايه سادة، او مثلا مش فيها شوية مكسرات حاجة كده بسيطة، او شوية صوصات حاجة لا، انا مكلفاها حاجة بجد. ان هي راحة حاجة قيمة، راحة هدية الناس. هي متاخدة من عندي راحة هدية، وقالوا لي كلفيها وبصي ابدعي فيها في حشوها في الفينش بتاعها. لذلك هتشوفوا دلوقتي الفينش بتاعها فينش شيك جدا ورقيق بجد. الكل كان مبهور بيها وبشكلها.
كان شكلها ما شاء الله اللهم بارك، شكلها حلو جدا. طبعا هبتدي كده اجلس التورتيه بتاعتنا بالشكل ده كده، هنلفها كده داير ما يدور زي ما انتوا شايفين كده، وهنبتدي نسحب كده شويه من الكريمه من على الوش بالشكل ده كده، وهنظبط الدنيا بتاعتنا. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. هفضل بقى اظبطها كده داير ما يدور. وبصوا اي حته ما بلاقيش عليها، بصوا اي حته تحس ان كده ان الكريمه باينه، تبتدي ان انت تظبطيها يعني. اي حته تحس ان هي زياده، هي ما شاء الله اللهم بارك ما فيهاش حاجه هتتقص، لان طبعا كل الطبقات قد بعض، وانت وانا حطاهم هنا مظبوطين، فمش بالتالي انا مش محتاجه ان انا اقص حاجه. هجيب كده المشط اللي هو بتاع السكرابر بتاعي، وابتدي كده ان انا اعمل خطوط كده، وهبتدي هنا دلوقتي بسحب كده زي ما انتوا شايفين بالسباتولا بتاعتي. تمام، وهجيب بقى الكيس الحلواني بتاعي واحط فيه الدرب بتاعي اللي انا هشتغل بيه، او التب او البلبله اللي انا هشتغل بيها. زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا، بمسح كده البورد بتاعي. تمام، بعد ما مسحنا البورد بتاعنا هنجيب بقى دلوقتي القمع بتاعنا، وهنحط فيه التب اللي احنا هنشتغل بيه. هنعمل شكل ضفيره، طبعا هلفها كلها بشكل ضفيره، وبعد كده هبتدي ان انا اقسمها زي ما انتوا هتشوفوا كده خطوه خطوه. بصوا بقى يا بنات، انا هنا حبيت ان انا اعمل شكل مختلف شويه، او شكل حلو شويه، شكل لذيذ صراحه، هو شكل حلو وعجبني، جديد يعني. هتشوفوه دلوقتي. يعني حبيت ان انا اختلف شويه عن شكل التورتيه المستطيله، دايما بيكون شكلها شكل واحد، فانا حبيت ان انا اخليه مختلف شويه. هنا هتشوفوا ازاي انا برسم الضفيرة، او بنعمل شكل الوردات. طبعا يا بنات، التب اللي انا شغالة بيه ده اللي هو التب اللي بنعمل بيه البوتيفور، او بنعمل بيه بلح الشام. نفس الرسمة، بس ده مقاس التب ده مقاس 358. التب ده مقاس 358. ده اللي انا شغالة بيه، اللي هو بيكون زي اللي بنعمل بيه بلح الشام بس اصغر شوية. ده 358، عشان الناس اللي بتسألني على الارقام بتاعته. هنا شوفوا بقى يا بنات، انا بظبط ان انا باخد واحده رايحه وواحده جايه. بصوا شكل الضفيره بيطلع معايا تحفه ومظبوط خالص. دلوقتي طبعا لسه بقى هنعمل هنا كمان كده روزتات كده بسيطه في الوسط كده. بقسم بقى، انا عامله قسمتين كده، بحيث ان انا عاملاها تلات اتجاهات، يعني تلات مقسماها كده على تلاتة يعني. وهعمل برضو في التورتيه من تحت كده روزتات كده بسيطه خالص بالشكل ده كده. كان التورتايه ان هي كلها يا بنات، كلها فانيليا، ما فيهاش شوكولاته خالص. فطبعا كان بتبقي محتاره يعني، مش زي الشوكولاته. تمام، زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. دخلتها التلاجة، وبعد كده رجعت خرجتها. هنا حطيت تب ناعم جدا، نفس رسمة التب بتاع بلح الشام بس صغير. حطيت فيه مربى حليب، وطبعا كانت مربى الحليب في التلاجة. خرجتها الاول يا بنات قبل ما اشتغل بيها عشان بكون متماسكة، وابتديت ان انا اعمل بيها روزيتات زي ما انتوا شايفين كده. انا حبيت اعمل لهم حاجة حلوة في نفس الوقت هدية، يكون قيمة وعليها القيمة، وشكلها كمان شيك جدا، واللي كمان يدوقها يقول لهم انتوا جايبينها منين. ده طبعا ده بالنسبة لأي واحدة فاتحة مشروع وعايزة تنجح. طبعا لازم حاجتك كل اللي يدوقها لازم يسأل السؤال ده، جايبة منين، متعاملة مع مين، من عند مين. ده أكبر دليل على النجاح. تمام كده، عملت الجنبين. لسه بقى دلوقتي هنجيب النوتيلا الوايت صوص، او النوتيلا اللي لونها ابيض. انا كنت طبعا مخفاها بزيت، وهعمل بيها دربات زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هحط بقى منها في النص زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي، وهفنش بشوية شوكولاتات كده خفيفة. هتشوفوا كل الكلام ده معايا دلوقتي. تمام، بس اهم خطوة يا بنات، انا حطيت التورتايه بعد ما عملت الروزيتات دي كلها. دخلت التورتايه بتاعتي الفريزر، عشان الكشكانتي بتاعي يمتمسك شوية، وبعد كده هرجع اشتغل بيه. هنا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، ادينا حطينا بقى كده النوتيلا بتاعتنا. بصوا ما شاء الله بجد بجد تحفة يعني، شكلها تحفة وخطير. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. هناخد بقى التورتايه، لازم تدخل التلاجة شوية عشان النوتيلا. قبل ما احط عليها الاشكال دي كلها ادخلها شوية الفريزر، وبعد كده ارجع احط عليها كل اشكال الشوكولاتة اللي انتوا شفتوها معايا. طبعا يا بنات طريقتها حلوة وطريقتها سهلة. اتمنى تقولوا رأيكم ايه في الكومنتات، وقولوا لي الفيديو عجبكم ولا لا، ويا ريت تكونوا استفدتوا. طبعا يا جماعة الحتة بتاعت وانا بزين دي اتمسحت مني،
فطبعا هو انا رصيت الاشكال رص عادي جدا. طبعا التزيين برضو زي ما رجعنا قلنا انا بدي افكار، هي مش اجباري لاي حد فاتح مشروع تقدر ان انت تستفيدي منه. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يكون عجبكم واتمنى تقولوا رايكم فيه في كومنتات. كانت معاكم هبه زدان، اقول لكم مع السلامه.